أكبر تاجر مخدرات في العالم من صغره وهو عنده ميول إجرامية. احترف سرقة العربيات بعد فترة وسابها، واشتغل قاتل مأجور لغاية ما عرف حجم المكاسب اللي ممكن ياخدها من تجارة المخدرات، فقرر يدخل السكة دي. هنتكلم النهاردة على بابلو اسكوبار. لو حبيت محتوايا أتمنى تدعمني وتشترك في القناة. أمريكا بتعتبر من الدول الأولى في استهلاك الكوكايين، وده اللي اسكوبار اشتغل عليه، وقال لنفسه هو أنا ليه ما هربش الكوكايين لأمريكا وأشبع السوق هناك وأكسب من غير ما أتحرك من بلدي كولومبيا. وفعلا اسكوبار عمل كده واتشهر جدا بسرعة غير متوقعة بسبب ذكائه في عمليات التهريب. ومن الطرق دي إنه بيحط كميات كبيرة من الكوكايين في صناديق من الخشب بتشيلها الطيارات وبترميها في البحر بالقرب من السواحل الأمريكية، وبعد كده اليخوت السياحية بتروح تاخدها وبتوصلها للأراضي الأمريكية. وبعد عدد قليل من عمليات التهريب اسكوبار بقى مليونير. تم تصنيفه كواحد من أغنى 10 رجال في العالم. بدأ اسكوبار يطور في شغله أكتر وأكتر، وجاب طيارات تشيل شحنات أكبر. ومش بس كده، ده كمان اشترى جزر كاملة في البحر بنى عليها مطارات ومخازن عشان ياخد راحته في التهريب. ومع بداية التمانينات وصل دخل اسكوبار في اليوم $500,000. بقى عنده فلوس يقدر يعمل بيها أي حاجة هو عاوزها. بس اللي كان عاوزه اسكوبار الدخول في السياسة. كلكم فاهمين أول حاجة هيعملها إيه؟ قعد يساهم في أعمال خيرية ويخدم أهل بلده، ورشح نفسه للكونجرس الكولومبي. وعايز أقول لكم هو فعلا نجح وبقى عضو في مجلس النواب. قدام الناس هو رجل أعمال ناجح، لكن أعدائه بدأوا يدوروا وراه. وإزاي فجأة واحد يبقى مليونير كده؟ اسكوبار كان ليه سوابق قبل كده لكن اتخلص منها، وقتل الضباط اللي قبضوا عليه والقاضي كمان اللي حكم عليه مع أي دليل ممكن يشوه سمعته. اسكوبار كان زي التسونامي بيمحي أي حد يفكر يقف في طريقه. قتل عدد كبير من ضباط الشرطة والقضاة وناس كان ليها مناصب كبيرة في الدولة، منهم وزراء ومرشحين رئاسة. وفي يوم اسكوبار عرف ان اهم مساعديه في نيويورك اتقبض عليهم، وده اللي عمل له مشاكل كتير جدا لانهم كانوا المسؤولين عن دخول الشحنات لامريكا. بدأت الحكومة الأمريكية تطالب بتسليم اسكوبار، واسكوبار كان عارف انه لو اتسلم هيتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. راح على طول مسلم نفسه للحكومة الكولومبية بشروط هو اللي حاططها، أهمها عدم تسليمه لأمريكا. عمل ايه بقى اسكوبار؟ بنى لنفسه سجن وحط فيه كمبيوتر وتليفون وحمام سباحة ووسائل ترفيهية كتيرة، وفي أوقات كمان كان بيخرج بره السجن. اسكوبار كان بيقول لنفسه ان كده احسن له يقعد في السجن والحكومة كمان تحميه، ويركز هو في ادارة منظمته الاجرامية داخل السجن. لكن الحكومة الكولومبية لما عرفت الموضوع ده قرروا على طول انهم ينقلوه لسجن عسكري. اسكوبار ما استناش لما ينقلوه، على طول هرب من السجن وقعد في حماية الناس اللي خدمهم. الحكومة الكولومبية والأمريكية اتفقوا مع بعض وعملوا فرقة عمليات خاصة من الجيش والشرطة، مهمتها الوحيدة هي القبض على اسكوبار. الفرقة كانت مجهزة بمعدات تنصت ومراقبة خيالية، يقدروا يراقبوا أي حد 24 ساعة ما يغيبش عنهم لحظة. وبعد سنة من هروب اسكوبار غلط غلطة واتصل بابنه، وخلال المكالمة دي تم تحديد موقعه، والفرقة رسمت مثلث حواليه لحد ما عرفوا هو فين بالظبط. وفي وقت الهجوم عليه اسكوبار حاول يهرب، فواحد من القوات الخاصة قتله. وبكده انتهى ملك الكوكايين سنة 1993. اتعمل عن قصته أفلام كتير، آخرها فيلم اسكوبار بارادايس لوست. لايك وشير عشان الفيديو يوصل لغيرك، واشتراك عشان تشوف فيديوهات اللي جاية. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.